بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكم في محاضرة جديدة من محاضراتنا أو من سلسلة محاضراتنا. الحقيقة احنا خلصنا محاضرتين كانوا مهمين جدا. النهاردة احنا هنتنقل بمحاضراتنا لمكان، يعني منطقة مهمة جدا في داخل الإدارة المالية. احنا هندخل مع بعض جوه الإدارة المالية لشركة من الشركات، وهناخد منها عينة عن شهر، مثلا شهرين في السنة المالية بتاعتها. هناخد مثلا على سبيل المثال شهر سبتمبر وشهر أكتوبر لشركة عملت قيود ورحلت القيود، وبناء عليه خلصت القوائم المالية. المحاضرة بتاعت النهاردة محاضرة الحقيقة مهمة جدا، لأنها هنبدأ فيها بالقيود المحاسبية وعلى البرنامج المحاسبي، وهنشوف القيود دي ازاي بيتم ترحيلها من قيد محاسبي، وده اللي احنا انهينا بيه المحاضرة بتاعتنا المرة اللي فاتت. ازاي بيتم ترحيل القيد المحاسبي على الحسابات العامة، وبعد كده هنتكلم ازاي بيتم ترحيل الحسابات ديت في شكل انفورميشن ومعلومات محاسبية. المعلومات المحاسبية ازاي اقدر اعمل بيها تقرير او قوائم مالية اقدمها لمستخدمي القوائم المالية. محاضرة مهمة جدا النهاردة، انا بدعوكم ليها. هاخدكم من ايديكم، هدخلكم جوه شركة من الشركات، وهخليكم تشوف بنفسك ايه اللي بيتم جوه الإدارة المالية جوه الشركات. المحاضرة دي طبعا احنا بنخصصها للطلبة اللي قربوا يتخرجوا من كلية تجارة، او اللي اتخرجوا فعلا، او اللي في سوق العمل. مهم جدا زي ما قلنا انك تكون عارف، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت انك تكون عارف طبيعة الحسابات. قلنا المرة اللي فاتت ايه هي الفاينانشال ايكويشن. قلنا ان الاسيتس ايكوال لايبيليتي اند اونرز ايكويتي، دي بالنسبة لي الفاينانشال ايكويشن. وقلنا طبيعة الحساب عفوا. قلنا عن الريفينيو والاكسبنس. طبيعة حساب الإيرادات هي طبيعتها دائنة، المصروفات طبيعتها مدينة. اتكلمنا عن الموضوع دوت في المحاضرات اللي فاتت بشيء من التفصيل. النهاردة زي ما قلنا هننقلكم للجانب العملي في الموضوع، يعني هناخدك من ايدك وندخلك معانا شركة من الشركات، ونقول لك تعالى نشوف القيود بتاعتهم ونبدأ نحللها مع بعض ونشوف ازاي نقدر نستفاد بيها ونتعلمها مع بعض. فبدعوكم انكم تخشوا على تشوفوا معايا على الشاشة الكلام دوت. احنا قررنا ندخل شركة من الشركات ونشوف فيها ايه نوعية القيود، وناخد القيود دي نرحلها ونعمل قوائم مالية. طيب، هندخل على قيود شركة من الشركات. اول قيد في الشركة ديت كان اتعمل في 1/7 او 1 جولاي، وزي ما قلنا احنا عندنا 4 حاجات اساسية لكل قيد لازم نسجله: تاريخ القيد، الحسابات اللي اتأثرت بالقيد دوت، القيمة اللي بناء عليها هسجل بيها القيد، ولازم القيمة طبعا زي ما قلنا تكون إجمالي الجانب أو المدين فيها بيساوي الدائن، وطبعا وصف القيد اوعى تنساه. ده أول قيد اتعمل في 1/7، شركة من الشركات اللي أنا وأنتوا حاليا دلوقتي بنبص عليها عشان نحاول نحلل أو نتعلم من قيودها إزاي نشتغل أو نواجه حياتنا العملية. ده أول قيد، قيد رأس المال. اوعى تنسى ترانزاكشن ديت، تاريخ القيد، الاكونتس افكتد، الحسابات اللي اتأثرت. اوعى تنسى القيمة بتاعة القيد، ولازم الديبت والكريدت يكونوا متساويين. واهم حاجة اللي دايما او في محاسبين كتير بينسوها، ايه؟ الاكسبلينيشن اوف ترانزاكشنز او وصف القيد. طيب، 1 سبتمبر القيد اللي فات ده يا جماعة كان في 1/7، قيد رأس المال. شركة لسه بادئة، عندها 45,000 رأس مالها وبدأت تشتغل. طب ايه اللي حصل بعديها بشهرين؟ 1/9 الكاش زاد. طب الكاش زاد يعني ايه؟ زي ما قلنا حصل كاش از انكريزنج، يعني حصل زيادة في النقدية. طيب حساب الكاش ده هو حساب assets ولا liability ولا owners equity؟ الكاش is an assets account. increase an assets، لو حصل زيادة في الاسيتس ده معناها ان الاسيتس هيكون مدين او ديبت. يبقى analysis of September transactions: cash is increasing, cash is an assets account, increase an assets with a debit. ده معناه ان القيد عندي هيكون شكله كده. طبعا التاريخ
الحساب القيمه 30000 ديبت. طيب ايه اللي حصل تاني؟ الكابيتال انكريز، حصل زياده في راس المال. طب يعني ايه كابيتال؟ كابيتال از ان اونرز ايكوتي اكاونت. طب لو حصل انكريز في الاونرز ايكوتي ده معناه ايه؟ انكريز اونرز ايكوتي ويز كريدت، يعني لازم يكون الحساب كريدت، وبالتالي طرف القيد الثاني عندي هيكون كريدت الكابيتال ب 30000. واوعى تنسى الوصف للقيد. طيب في 2 سبتمبر حصل ايه في الشركه دي؟ يبقى الشركه احنا دخلناها في شهر 7 لقينا عندها قيد كابيتال راس مال. دخلنا في شهر 9 لقينا الترانزاكشن اللي فاتت دي. طب في سبتمبر ايه اللي حصل؟ حصل انكريز في السبلايز. سبلايز دي احد عناصر المخزون. المخزون ده عباره عن assets account. supplies is an assets account. increase an assets with a debit، يبقى لازم يكون ديبت. ادي التاريخ، الحساب بتاعي وحساب السبلايز ديبت 10000. ده الطرف القيد. طب الطرف الثاني للقيد في الشركه دي كان ايه؟ الطرف الثاني في القيد للشركه دي كان ان الاكونت بيبل از انكريزنج. حصل انكريزنج في الاكونت بيبل. طب يعني ايه اكونت بيبل؟ او ايه طبيعه الحساب دوت؟ بسال نفسي السؤال ده على فكره. اكونت بيبل از ا لايبيليتي اكونت، يعني ده حساب لايبيليتي. طب افتكروا معايا الحساب اللايبيليتي اكونت طبيعته ايه؟ طبيعته كريدت. طب عشان يزيد يحصل له انكريز زي ما احنا قلنا هنا، عشان يحصل له انكريز لازم يحصل ايه؟ انكريز ا لايبيليتي ويز ا كريدت. يبقى لازم طرف القيد الثاني يكون كريدت. ده معناه ان اللايبيليتي اللي عليا او الالتزامات اللي عليا في الشركه زادت. لو حضرتك بصيت كده هتلاقي اكونت بيبل كريدت ب 10000. اكونت بيبل كريدت ب 10000 ده معناه ان الالتزامات اللي عليا اللي على الشركه زادت. اوعى تنسى في القيد زي ما قلنا ان القيد ليه 4 حاجات. اوعى تنسى ان الحاجه الرابعه في القيد هو ان القيد تكون كاتب فيه الوصف بتاع القيد purchased supplies. طيب حصل حاجه تاني في 2 سبتمبر. الشركه دفعت الايجار اللي عليها. طب تعال نشوف مع بعض. لو الشركه دفعت الايجار، نتكلم عن الايجار. هو الرنت اكسبنس ده او الرنت هو ايه؟ عباره عن ايه اللي حصل في الرنت؟ قال لك زاد. يعني حساب المصروف او مصروف الايجار زاد باستحقاق الايجار اللي عليا، وبالتالي رنت اكسبنس از انكريزنج. حصل زياده في حساب الايجار. طيب الاكسبنس دوت عباره عن ايه؟ قال لك الاكسبنس از ان اكسبنس اكاونت، يعني الرنت اكسبنس از ان اكسبنس اكاونت، ده حساب مصروف. طيب increase an expense with a debit، الزياده في المصروف لازم هتكون ايه؟ ان احنا نخليه مدين. طب تعالوا نشوف كده الترانزاكشنز دي هتتعمل ازاي. هكتب في الديت في التاريخ 2 سبتمبر الحساب اللي هيتاثر هو حساب الرنت اكسبنس. هيبقى ديبت بكام؟ ب 4000. يبقى انا كده كمحاسب بدات افكر واسجل الكود بتاعي. طيب ايه اللي حصل تاني؟ تعال نشوف الجانب التاني او الحساب التاني اللي هيتاثر بالعمليه ديت. الحساب التاني ايه هو؟ قال لك الكاش از ديكريزنج، يعني حصل انخفاض في الكاش. يعني انا كان عندي فلوس سددت منها الايجار اللي استحق عليا. ده معناه ان الكاش اللي عندي في الشركه حصل له ايه؟ حصل له ديكريزنج، يعني قل. طيب كاش از ان اسيتس اكاونت، حساب الكاش ده اصول ولا التزامات ولا اونرز ايكوتي؟ لا، حساب الاسيتس هو اصول، وبالتالي اسيتس از ان او الكاش از ان اسيت اكاونت. طب ايه اللي حصل في الكاش؟ الكاش قل، حصل ديكريزنج في الكاش نتيجه ان انا سددت الايجار اللي عليا. طيب ديكريز في الاسيتس او في الكاش يعتبر ايه؟ قال لك ويز كريدت. عشان اخلي الاسيتس يديكريز يقل لازم اخليه ايه؟ كريدت. وبالتالي محتاج في طرف الكود الثاني زي ما انت شايف كده ان الكاش يكون يقل بال 4000. وبالتالي اوعى تنسى، ودايما بقول اوعى تنسى لان مشكله عندنا دايما في الناس اللي بتنسى وصف القيد. paid rent for months off، تقدر طبعا تكتب ان تم سداد ايجار شهر 8 مثلا على سبيل المثال او 9 على حسب الايصال اللي في ايدك اللي احنا بنسميه مرفق القيد. يبقى انت في ايدك مرفق قيد وبتبدا تعمل بيه قيد يوميه. مرفق القيد دوت عباره عن سداد للايجار. ده حصل في 2 سبتمبر. 3 سبتمبر الشركه ديت حصل ايه؟
قال لك الاكونتس ريسيفبل از انكريز، حصل زياده في الاكونت ريسيفبل، يعني حساب العملاء. حساب العملاء زاد عندي في 3 سبتمبر، ده القيد الثالث في شهر سبتمبر في الشركه دي. طيب الاكونت ريسيفبل ده عباره عن ايه؟ حساب اسيتس، ولا تسال نفسك على طول كمحاسب الاكونت ريسيفبل او حسابات العملاء ده بالنسبه لي حساب ايه؟ ده اصول، ده حساب موجود في بند الاصول في الميزانيه. طيب الحساب ده عشان يزيد لازم يكون ايه؟ لازم يكون ديبت. تعالى كده نقرا مع بعض مكتوب ايه. accounts receivable is increasing. account receivable is an asset account. increase an asset with a debit. طيب تعالى نعمل القيد. اول حاجه هتعملها في القيد ايه؟ تاريخ القيد، اوعى تنسى تاريخ القيد 3 سبتمبر. طب ايه الحساب اللي اتاثر؟ الاكونت ريسيفبل، حساب العملاء. طيب اتاثر بكام؟ اتاثر ب 3000 جنيه. يبقى ده الطرف الاول في القيد. ده ايه اللي حصل عندي؟ حسابات العملاء زادت. حسابات العملاء دي اصول، عشان ازود حسابات الاصول لازم اخليها ديبت. طب تعالى نشوف ايه طرف القيد الثاني في الشركه دي. لما دخلنا الشركه دي لقينا ان طرف القيد الثاني ان الكاش حصل له انكريز. يعني انا بعت بضاعه، البضاعه ديت بعتها على الحساب. يعني ايه يا جماعه العملاء زادت؟ العملاء زادت يعني خدوا بضاعه على الحساب. طيب حصل ايه تاني؟ حصل ايه تاني في 3 يوم 3 سبتمبر في الشركه دي؟ الكاش از انكريزنج، حصل زياده في الكاش. طب جت منين الزياده في الكاش؟ اكيد انا بعت، عملت مبيعات نقديه، يعني خدت في المقابل ليها خدت فلوس كاش، عشان كده الكاش عندي حصل له انكريزنج. طب هو الكاش ده حسابه ايه؟ الكاش ده از ان اسيت اكونت، ده حساب من ضمن حسابات الاصول. افتكروا اول محاضره عملناها هنا قلنا ان من حسابات الاسيتس هو اول حاجه فيه كانت الكاش، والبنوك او الكاش ايكويفالنت. طيب الانكريز لو تم على حسابات الاسيتس ده لازم يكون الاسيتس ايه؟ مدين. عشان كده هنلاقي طرف القيد الثاني كاش ب 2000 جنيه. ده معناه ان الاكونت ريسيفبل زاد عندي ب 3000، ان انا عندي مديونيه العملاء اللي عندي زادوا ب 3000. حساب الكاش او النقديه عندي زاد بقيمه 2000 جنيه. ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك سيرفيس ريفينيو، يعني الطرف اللي اتاثر بالقيد ان انا حصل لي ايراد، ان انا قدمت خدمه. الشركه دي يا جماعه بتقدم خدمات، فقدمت الخدمه بتاعتها وبناء عليها استحقت ايراد. حصل زياده في الايرادات بتاعت الشركه ديت. سيرفيس ريفينيو از انكريزنج، يعني حصل زياده في ايرادات الشركه دي. طب السيرفيس ريفينيو ده عباره عن ايه؟ سيرفيس ريفينيو از ا ريفينيو اكاونت، ده حساب ايراد. طب عشان حساب الريفينيو اكاونت، لو تفتكر ان احنا قلنا ان الريفينيو اكاونت طبيعه الحساب هو دائن، عشان يزيد حساب طبيعته دائن يبقى لازم يكون ايه؟ دائن. عشان كده بيقول لك increase a revenue with a credit. طيب ده معناه ان انا هسجل طرف القيد الثاني سيرفيس ريفينيو ب 5000. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عندي 3 حسابات في القيد ده. احنا قلنا يا جماعه ان القيد المحاسبي لازم يكون على الاقل طرفين، طرف مدين على الاقل طرف مدين وعلى الاقل طرف دائن. ممكن يكون اكتر من كده، عشان كده قلنا عليه ان هو ديوال اكونت، يعني ليه طرفين على الاقل. طيب القيد اللي انا لقيته في الشركه دوت يوم 3 سبتمبر بيقول ان انا عندي 3 اطراف للحساب، يعني عندي 3 اطراف اتاثروا نتيجه الترانزاكشنز دي. الحساب اللي اتاثر هو الاكونت ريسيفبل زاد زي ما قلنا، حساب الكاش زاد زي ما قلنا، حساب السيرفيس ريفينيو زاد ب 5000. طب ايه معنى القيد ده اول ما انا امسكه في الشركه دي؟ معنى ان الشركه عملت ايرادات، خدت منها 2000 جنيه كاش واجلت 3000 جنيه. يبقى هي عملت ايرادات 5000، باعت مبيعات او يعني عملت ايرادات 3000 5000، سجلت الايراد 5000، خدت منهم 2000 كاش، وبالتالي ادى عندي الى زياده النقديه، وزودت عندي الاكونت ريسيفبل، وبالتالي ادت عندي ان العملاء زادت. ده القيد اللي احنا شفناه يوم 3 سبتمبر. اوعى تنسى الوصف بتاع القيد بيرفورم سيرفيس. طيب تعال نشوف ايه اللي حصل في 15 اكتوبر. الشركه دي في 15 اكتوبر حصل ترانزاكشنز. تعال نبص على القيد بتاعها ونتكلم عنه. احنا دلوقتي يا جماعه في شركه حقيقيه ودي قيودها، بنشوف الشركه دي ايه القيود اللي عندها. يعني حاول تكون معايا في كل سلايدز بيتعرض. احنا دلوقتي انا معاكم جوه شركه وبنتفرج على الشركه دي وبنشوف ايه القيود المحاسبيه اللي عملتها،
وبنشوف ازاي رحلت القيود دي على الحسابات، وبنشوف ازاي عملت من القيود دي والحسابات قوائم ماليه. يعني احنا النهارده مع بعض في محاضره مهمه جدا، فحاول تكون مركز معايا. احنا وصلنا في الشركه ديت ل 15 اكتوبر. ايه اللي حصل في 15 اكتوبر بعد كل الترانزاكشنز اللي حصلت دي؟ قال لك الكاش حصل له زياده ثانيه، حصل انكريز في الكاش. كاش از انكريزنج، حصل زياده في الكاش. طيب تعال نشوف ايه ليه حصل زياده في الكاش. قال لك capital is an assets account increase assets with a debit. يبقى الكاش حصل له increase. الكاش is an assets account. assets account عشان يزيد لازم يكون ايه؟ ديبت. طب ادي الزياده في الكاش. حصل زياده في الكاش 50,000. بسجل على طول تاريخها 15 اكتوبر. الديسكريبشن بتاعها الكاش، الحساب اللي اتأثر هي ديبت اكونت ب 50,000. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ النوتس بيبل از انكريز. يعني انا كان عندي شيك، كنت واخد شيك نوتس بيبل انكريز، يعني زودت عدد الشيكات في النوتس بيبل. نوتس بيبل از ا لايبيليتي اكونت انكريز لايبيليتي ويز كريدت، وبالتالي النوتس بيبل هتبقى كريدت ب 50,000. وطبعا ما تنساش الديسكريبشن بتاع القيد بورود فروم ذا بانك. القيد ده يا جماعه انا رحت للبنك وقلت له انا عايز فلوس، انا عايز 50,000. عشان البنك يديني 50,000 هيبقى عليا التزام، وبالتالي البنك مضاني على ورق ان انا ملتزم ناحيته ب 50,000، او مضاني على نوتس بيبل. وبالتالي النوتس بيبل عندي زادت، وده لايبيليتي عليا، وبالتالي اللايبيليتي طبيعتها دائنه. عشان كده ظهرت عندي في القيد دوت او في الشركه ديت في الجانب الدائن. الشركه استلفت 50,000، وبالتالي الكاش عندها زاد يوم 15 اكتوبر ب 50,000. طيب تعال نشوف في 22 اكتوبر ايه اللي حصل. 22 اكتوبر اكونت ريسيفبل از انكريزد. خلينا نبقى متفقين مع بعض ان لو حصل زياده في الاكونت ريسيفبل، يعني لو حصل زياده في حسابات العملاء، ده معناه ان احنا بعنا، ان احنا حققنا ايرادات. او تعال نشوف ايه التاثير على حساب الاكونت ريسيفبل. ده طبعا النورمال، يعني ده النورمال او الجنرال رول لزياده الاكونت ريسيفبل. اكونت ريسيفبل از انكريز. اكونت ريسيفبل از ان اسيتس. increase in assets او increase an assets with a debit. طيب الكود بتاعي هيبقى ايه؟ لازم اكتب التاريخ 22 اكتوبر، او الشركه كتبت التاريخ فعلا. account receivable ده اسم الحساب، زاد ب 3600. طيب ايه اللي حصل بعد كده في 22 اكتوبر برضو؟ قال لك السيرفيس ريفينيو از انكريزنج. يبقى فعلا الشركه عملت ايرادات، وبناء عليها ما خدتش فلوس، فعشان كده حملت قيمه الايراد دوت على حساب الاكونت ريسيفبل زي ما احنا شايفين. طب السيرفيس ريفينيو او الريفينيو في الشركه دوت ده عباره عن ايه؟ هل هو اسيتس، لايبيليتي، اونرز ايكويتي، ريفينيو، اكسبنس؟ عليك انك تسال نفسك السؤال دوت. لا طبعا، الريفينيو از ريفينيو اكسبنس، ده حساب ايرادي. انكريز ريفينيو ويز كريدت. طبعا انت عشان تزود الريفينيو لازم تخليه كريدت، عشان كده هيبقى الكود بتاعي سيرفيس ريفينيو 3600. يبقى قيد الشركه دي يا جماعه في 22 اكتوبر كان انه عمل ايراد. الايراد دوت ب 22 اكتوبر ب 3600. عشان كده زودنا الايرادات ب 3600، وما خدش فلوس. هو عمل ايراد ووصل الخدمه، لكن لسه ما قبضش ثمن الخدمه ديت، وبناء عليه حمل ال 3600 ديت على الاكونت ريسيفبل. واوعى تنسى الديسكريبشن بتاع القيد. 30 اكتوبر احنا دلوقتي احنا في الشركه يا جماعه قربنا نخلص شهر اكتوبر. 30 اكتوبر حصل انكريز تاني في الكاش. طب قبل ما اشوف الانكريز اللي في الكاش دوت حصل ليه، قال لك كابيتال از ان اسيتس اكونت انكريز اسيتس ويز ا ديبت، وبالتالي الكاش عندي زاد. الكاش عندي زاد. طب ايه طرف الترانزاكشن الثاني؟ قال لك الاكونت ريسيفبل از ديكريز. معنى يا جماعه الانخفاض في زياده في حساب العملاء، ده معناه ان العملاء سددوا لي جزء من الفلوس اللي عليهم. مش انا عملت مبيعات في اول اكتوبر اجله، يعني ما خدتش فلوس، جم العملاء دلوقتي عشان يدوني حق المبيعات او السيرفيس اللي قدمتها ديت. طبعا انت عارف ان الايراد بيكون يا اما عن تقديم خدمه او تقديم سلعه، وبالتالي الاثنين بالنسبه لي اسمهم ايراد. طيب عميل اداني 2000 جنيه في 15 اكتوبر. الشركه سجلتها ازاي؟
سجلت ديبت 2000 جنيه وسجلت التاريخ. الاكونت ريسيفبل از ان اسيتس اكونت decrease an assets with a debit. يبقى عشان اقلل الاسيتس اكونت بخليه كريدت. ده معناه ان الاكونت ريسيفبل هيقل عندي بكام؟ ب 2000 جنيه. يبقى الاكونت ريسيفبل يا جماعه عشان يقل لازم يكون كريدت received payment on account. طيب تعال نشوف ايه اللي حصل في 31 ترانزاكشن 31 اكتوبر للشركه دي. خلينا النهارده نقول ان الشركه في اخر شهر في اخر يوم في اكتوبر رنت اكسبنس از انكريز، دفعت الايجار اللي عليها في 31 اكتوبر. رنت اكسبنس از ان اكسبنس اكونت. اسال نفسي سؤال، هو الرنت دوت عباره عن ايه؟ اسيتس، لايبيليتي، اونرز ايكوتي، ريفينيو اكسبنس؟ لا، هو اكسبنس اكونت. طيب عشان يحصل انكريز في اكسبنس اكونت لازم يكون ايه؟ يبقى انكريز ان اكسبنس ويز ا ديبت. تعال نكتب القيد، هنكتب التاريخ واسم الحساب والقيمه. ادي التاريخ 31 يوتيليتي اكسبنس او رنت اكسبنس 200 جنيه، دفعت 200 جنيه يا جماعه قيمه يوتيليتي اكسبنس. ولو رنت طبعا اكسبنس بيبقى ديبت رنت اكسبنس. طب ايه اللي حصل؟ هل دفعته من كاش ولا على الحساب؟ لا، على الحساب. اكونت بيبل يعني عملت قيد استحقاق طبعا بيه، يعني معنى ان انا حملته على الاكونت بيبل ان انا عملت قيد استحقاق بالاكسبنس او نوع المصروف اللي هصرفه. لو هو رنت يبقى رنت اكسبنس، لو هو يوتيليتيز يبقى يوتيليتيز اكسبنس. حاليا دلوقتي احنا بنتكلم على يوتيليتيز اكسبنس زي ما انتم شايفين كده على الشاشه. انكريز a liability with a credit، ده معناه ان انا عندي اكونت بيبل ب 200 جنيه. طبعا received utility bills. ايه اللي حصل هنا؟ received utility bills for اكتوبر. يعني جالي يا جماعه ايصال الكهرباء، جه المندوب بتاع الكهرباء واداني ايصال الكهرباء. انا كمحاسب لسه ما سددتش، انا في ايدي ايصال الكهرباء. عشان ايصال الكهرباء دوت لازم اسجله، لازم اسجل عليه، لازم اسجل عليا استحقاق، وبناء عليه عملت الكود دوت. قلت account payable كريدت اليوتيليتي او ديبت اليوتيليتي اكسبنس، كريدت الاكونت بيبل ريسيفد يوتيليتي بيل فور اكتوبر. طيب برضه في 31 اكتوبر الشركه دي سددت المرتبات اللي عليها او عملت استحقاق بالمرتبات اللي عليها. سالاري اكسبنس، هنشوف دلوقتي هي سددت ولا عملت استحقاق. سالاري اكسبنس، سددت الشركه مصروف اسمه سالاري يعني مرتبات. salary expense is increasing. salary expense is an expense account. increase an expense with debit. ده معناه ان الكود بتاعي في 31 اكتوبر هيكون debit salary expense ب 3000. يعني بوجه قيد مدين يوم 31 اكتوبر عشان احمل عليه مرتبات الشركه ديت. طيب ايه طرف القيد الثاني؟ كاش ديكريز. ده معناه ان الشركه دي اللي احنا دخلناها مع بعض سددت المرتبات بتاعتها في يوم 31. طب لو كانت جه عليها يوم 31 وما سددتش المرتبات كان ايه اللي هيحصل؟ ما كنتش هتلاقي الكاش ديكريز، كنت هتلاقي اللايبيليتي هي اللي ايه؟ اللي انكريز. الكاش ديكريز يعني انا قللت اصل. الكاش ده عباره عن ايه؟ اسيتس. طب عشان ديكريز ان اسيتس لازم يكون ايه؟ لازم يكون كريدت. طب ليه ديكريز ان اسيتس ويز ا كريدت؟ لان الاسيت بطبيعته زي ما قلنا مدين، وبناء عليه عشان اقلله لازم يكون كريدت. عشان كده هتلاقي بقيه الكود بقى شكله ازاي؟ تعال نشوف كده. بقى الكاش كريدت ب 3000. واوعى تنسى الديسكريبشن بيد الايه؟ المرتبات بتاعتي خلال شهر كذا. لسه عندهم قيد تاني في 31 اكتوبر. interest expense is increased. يعني ايه؟ يعني الفوائد اللي بتدفع للبنك حصل لها زياده. يعني كل يا جماعه شهر، اخر كل شهر البنك بيحمل عليا الفوائد او الفيز او التشارجز زي ما بنسميها. كل دي فلوس البنك بينزلها عليا في كشف الحساب. عليا ان انا اعمل بيها قيد على طول اول ما احسبها او اشوفها او تجيني في كشف الحساب. لازم اعمل قيد اسمه الانترست اكسبنس از انكريز. فعلا الشركه دي جالها الانترست بتاعتها في 31 اكتوبر اللي تخص البنك. طيب الانترست ده حساب ايه؟ ده اكسبنس اكاونت. طيب increase an expense with a debit.
عشان ازود اكسبنس لازم يكون الحساب عندي مدين. تعال نشوف القيد. زي ما قلنا القيد 4 حاجات اوعى تنساهم: تاريخ القيد، اسم الحساب، القيمه اللي هتسجل بيها القيد، والحاجه الرابعه والمهمه جدا الوصف بتاع القيد. هنكتب في القيد 31 اكتوبر انترست اكسبنس، مصروف الانترست ديبت ب 200، وبالتالي انا هسدد 200 جنيه على حساب الانترست اكسبنس. طب ايه طرف القيد الثاني اللي اتاثر بالانترست اكسبنس؟ كاش. يعني البنك خصم من حسابي في البنك 200 جنيه، يعني رصيدي في البنك قل ب 200 جنيه نتيجه الانترست اللي البنك خدها مني. كاش از ان assets account decrease in assets خليني طبعا اقلل اخليه كريدت، وبالتالي الكاش هيبقى كريدت paid interest for loan. يبقى انا كان عندي انترست اللي هي تشارج فيز ب 200، وكان عندي برضو انترست اكسبنس نتيجه اللون. فاكرين اللون اللي احنا سجلناه عليا ليه في الشهر 3000. يبقى انا عندي نوعين من الانترست، عندي قيدين هسجلهم دلوقتي: قيد الفيز العاديه بتاعه البنك اللي هو بيحملها عليا كل سنه على كشف حسابي نتيجه الترانزاكشن اللي تمت على الحساب بتاعي خلال الشهر، وعندي القيد الثاني الفوائد الخاصه بالديون، ان انا كنت واخد لون من البنك لو تفتكروا لما عملنا الكود بتاعي، لما الشركه دي عملت الكود بتاعه، وبناء عليها استحق عليها كل شهر مبلغ. عشان كده زودنا الانترست اكسبنس ب 3000 في على الشاشه decrease an assets with credit، وبالتالي الكاش عندي قل ب 3000. يبقى انا سددت للبنك 3200، 3000 مقابل الانترست اللي استحق عليا نتيجه القرض اللي خدته، وال200 نتيجه المصروفات البنكيه اللي بتنزل على كشف الحساب. وطبعا لازم نكتب الديسكريبشن paid interest for the loan. يبقى اوعى تنسى الاربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم في كل قيد يوميه يا محاسب، لازم تلاقيهم جوه القيد، بالاضافه طبعا لمرفقات القيد. الحقيقه ان احنا دلوقتي خلصنا، الشركه خلصت الترانزاكشنز اللي عليها كلها في شهر اكتوبر. ايه اللي ناقص دلوقتي؟ اللي ناقص دلوقتي حاجه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها: ازاي يتم ترحيل القيود اللي انا عملتها ديت على الحسابات عشان اعمل بيها قوائم ماليه. يبقى انا دلوقتي دخلت في مرحله البوستنج. القيود اليوميه خلصت بتاعه شهر اكتوبر، عملنا تقريبا 7 أو 8 قيود او 9 قيود. القيود دي دلوقتي انا كمحاسب عايز ارحلها على الحسابات. عشان ارحل القيود دي على الحسابات انا محتاج دلوقتي اعمل بوستنج. فنروح مع بعض على الشاشه ونشوف ازاي هيتم عمل بوستنج على الحسابات ديت او ترحيل الحسابات ديت، ويعني ايه كلمه بوستنج، وازاي يتم عمل قوائم ماليه وتحويل الداتا اللي انا عملت لها انبوت الى انفورميشن او اوتبوت من خلال البروسيسنج طبعا بتاعي. تعالوا نروح مع بعض على الشاشه، نشوف شاشه مهمه جدا، ونمسك قيد ونبدا نشوف ازاي بيترحل. ركزوا معايا على الشاشه. الشاشه فيها كل التي اكونتس اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. عندك التي اكونت حساب الكاش، حساب الاكونت بيبل، حساب السيرفيس ريفينيو، حساب الاكونتس ريسيفبل، حساب الكابيتال عميل طارئ، حساب الرنت اكسبنس. القيد الاولاني لو تفتكروا اللي احنا عملناه في 1 سبتمبر، عملنا قيد الكابيتال، قلنا في ايه؟ قلنا الكاش ديبت كاش كريدت الكابيتال. فاكرين القيد ده؟ القيد دوت احنا عملناه بس لسه ما كناش رحلناه، احنا دلوقتي في مرحله الترحيل. هنرحل ازاي القيد ده؟ انا عندي 30000 كاش هيروحوا على حساب الكاش، وبالتالي حساب الكاش هيظهر كده، وعندي 30000 الكابيتال هيزيد حساب الكابيتال ب 30000. يعني بعد قيد 1 سبتمبر شكل الحسابات عندي او شكل الحسابات في الشركه دي هيكون بالشكل ده. شكل الحسابات في الشركه دي قبل القيد، قبل ترحيل القيد هيكون كده، انا عملت قيد، لكن بعد الترحيل هيبقى حساب الكاش هيزيد ب 30000، وحساب الكابيتال او حساب طارئ او صاحب الشركه هيزيد ب 30000. ده شكل الترحيل بتاع القيد الاولاني. تعالوا نروح للقيد الثاني. خلي بالك تاثير القيد الاولاني باين عندي. القيد الاولاني كان الكاش ب 30 زي ما انت شايف كده، هو مازال متاثر. خلي بالك احنا النهارده في 2 سبتمبر، وطارئ حساب الكابيتال زاد ب 30. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ احنا عملنا سبلايز ب 1000، فهتلاقي حساب السبلايز زاد اترحل معايا ل 1000، فبقى التي اكونت بقى فيه ديبت
10000، وحساب الاكونت بيبل زاد عندي ب 10000 قيمه السبلايز اكسبنس اللي انا عملتها. طب ايه اللي حصل بعد كده في 2 سبتمبر؟ فاكرين الرنت اكسبنس؟ دفعنا كاش رنت اكسبنس، وبالتالي عشان نرحل الرنت اكسبنس هتلاقي رنت اكسبنس زاد ب 4000، وهتلاقي حساب الكاش قل عندي ب 4000. بص كده معايا على حساب الكاش، زاد ب 30000 نتيجة الزيادة في الكابيتال، وقل ب 4000 نتيجة سداد الإيجار عندي. خدت بالك؟ يعني أنا كده النقدية اللي عندي بقت قد إيه؟ بقى عندي 26000، هي عبارة عن 30000 زادت عن زيادة الكاش يوم 1، قلت الكاش عندي يوم 2 ب4. ده معناه ان رصيد الكاش عندي عباره عن 26000 جنيه. عندي التزام الشركه دي عليها التزام ب 10000، راس المال بتاعها 30000، الاكسبنس اللي سددته لغايه يوم 2 هو 4000. طيب تعال نرحل القيد اللي بعديه اللي حصل في 3 سبتمبر. هنرحله ازاي؟ يوم 3 سبتمبر عندنا قيد الاكونت ريسيفبل والكاش والريفينيو. طب تعال نشوف الاكونت ريسيفبل، هنرحل القيد بتاع الاكونت ريسيفبل، هنزود الكاش بال2000، الريفينيو عندي هتزيد ب5000. شفت؟ كل ما بتعمل قيد جوه الشركه كل ما شكل الحسابات جوه الشركه بيختلف، كل ما الحسابات بتزيد جوه الشركه. وده موضوع مهم جدا، ان انت كل قيد بتعمله وبترحله ده بيأثر على حسابات جوه الشركه. زي ما انت شايف كده القيد لما اترحل أثر عندي على حساب الكاش، زود حساب الكاش بعد ما كان الكاش عندي في اول اليوم 26000 زاد ب 2000 نتيجه التحصيلات اللي عملتها من العملاء، وبالتالي عندي 28000. وعندي عملاء ليا عندهم 3000، وعندي ايراد ب 5000. وده شكل الحسابات عندي او التي اكونتس عندي نتيجه القيود اللي احنا شفناها في الشركه دي. تعال نشوف ايه بقى، تعال نرصد الحسابات ونشوف ايه الارصده. ايه اللي حصل؟ انا عندي حساب النقديه بقى رصيده 28، هو عباره عن 30 زائد 2000 ناقص 4000. الاكونت بيبل هتلاقي رصيده عندك البالانس 10000. السيرفيس ريفينيو انا عملت ايرادات ب 5000. انا عملت اكونت ريسيفبل ليا في الاصول عندي اكونت ريسيفبل ب 3000. الكابيتال 30000. الرنت اكسبنس عملت مصروف ب 4000. عندي سبلايز ميديكال مثلا او اي سبلايز ب 10000. ده شكل الحسابات. الكلوزنج يا جماعه اللي احنا عملناه ده، اللي احنا عملناه دلوقتي ده اسمه كلوزنج، عشان نرصد كل الحسابات دي. يعني عملنا كلوزنج للحسابات. يعني انا اقدر دلوقتي اعمل مركز مالي بعد الكلوزنج ده. طبعا بالحسابات دي اقدر اعمل مركز مالي للشركه بارصده الحسابات دي. وبالتالي ده شكل الاكونتس عندي نتيجه الترانزاكشن اللي فاتت دي. نتيجه الترانزاكشنز اللي فاتت دي ده شكل الاكونتس عندي. لو رصدت الاكونتس هيديني ارصده. وطبعا هنبدا نفكر مع بعض طبيعه الارصده هتكون عامله ازاي وشكلها ازاي. طيب الاوبجكتيفز الرابع او المحاضره ان شاء الله اللي جايه احنا هنتكلم فيها على الاوبجكتيفز الرابع. طيب اللي احنا خدناه النهارده كان موضوع مهم جدا، ازاي ادخل على شركه، او ازاي اخدك يا محاسب من ايدك وانت لسه متخرج ادخلك على شركه عامله قيود وعملت لها بوستنج. يبقى خلي بالك احنا خدنا النهارده مرحلتين، مرحله اعداد القيد ومرحله ترحيل القيود على الحسابات. اعداد القيد بيتم من خلال القيد اليوميه اللي بنعمله. ترحيل القيود على الحسابات بيتم من خلال ان انا اعمل بوستنج للحسابات ديت، او اعمل عمليه ترحيل، يعني ارصد الحسابات دي في التي اكونت اللي يخصها. وبناء عليه ابدا اعمل قيود، ابدا اعمل الكلوزنج بتاع الحسابات، وابدا ارصد الحسابات دي عندي زي ما انت شايف كده. وبالتالي شكل الشركه بعد ما احنا خلصنا القيود بتاعتها يوم 2 أو 3 بالتحديد، شكل الشركه كان الكاش فيها 28000، الاكونت بيبل 10000، ده طبعا طبيعه الحساب هو كريدت. الكاش النقديه اللي عندي هي 28000. الاكونت بيبل هو حساب الموردين عليا 10000 جنيه، يعني الشركه دي مديونه يا جماعه ب 10000 جنيه. الشركه دي عملت ايراد خلال الثلاث ايام دول ب 5000 جنيه. الشركه ديت عملت ليها عند العملاء بتوعها ليها 3000 جنيه. الشركه دي راس مالها 30000 زي ما انت شايف كده. الشركه دي سددت ايجار. الشركه دي اشترت شويه ادوات ميديكال مثلا ب 10000. المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنتنقل للمرحلة الثالثة، إزاي بعد ما أنا عملت القيد
وعملت له بوستنج، ازاي ابدا اعمل قوائم ماليه، ازاي الشركه في شكلها المبسط دوت تعمل قوائم ماليه. لو انت عرفت ازاي تعمل الشركه قوائم ماليه بالشكل المبسط ده، اكيد انت هتعرف تعمل قوائم ماليه لو اكتر من كده، لو الحسابات اكتر من كده. المحاضره اللي جايه اعتقد برضو انها هتكون محاضره مهمه جدا. المحاضره اللي جايه هنتكلم فيها عن الهدف الرابع لينا. المحاضره اللي جايه هنتكلم فيها عن الهدف الرابع لينا، ازاي الاعداد اللي انت عملته للقيود والترحيل اللي انت عملته للقيود، ازاي تبدا تمسك التريال بالانس او ميزان المراجعه عشان تعد القوائم الماليه. تعال نتكلم على اعداد القوائم الماليه، وشوف معايا على الشاشه ازاي نبدا نعد القوائم الماليه. هناخد بريف عنها النهارده وهنكمل ان شاء الله المحاضره اللي جايه. طيب، الاول انت هتطبع التريال بالانس، ميزان المراجعه. يعني هطبع ميزان المراجعه بتاع الشركه ديت، اللي لو شفنا على الشاشه ميزان المراجعه هيكون شكله عامل ازاي. التريال بالانس بتاعت الشركه ديت في 31 ديسمبر الكاش ده مثال يا جماعه لميزان مراجعه لشركه من الشركات. كان عندها كاش 12، وليكن مثلا الرقم بال1000 يبقى 12000. كان عندها اذر اسيتس 40، كان عندها اكونت بيبل ب1000، كان عندها اذر لايبيليتي ب 19000، كابيتال 25، ريفينيو 29000، صرفت 22000. التوتال، طبعا التوتال بتاع ميزان المراجعه لازم يكون متساوي تماما. يعني ده اجمالي الجانب المدين في ميزان المراجعه بتاع الشركه ديت كان 74، يبقى لازم لما ابص على الجانب الدائن الاقيه التوتال بتاعه 74. طيب، خلي بالك ان الحسابات الكاش والاذر اسيتس والاكونت بيبل والاذر لايبيليتي دي حسابات ايه؟ ميزانيه، يعني حسابات بالانس شيت. يعني الاربع حسابات الاولانيين هي حسابات بالانس شيت. الريفينيو والاكسبنس دي حسابات انكم ستيتمنت. يبقى انا اول ما بمسك التريال بالانس بتاع الشركه دي، شركه وده ميزان المراجعه بتاعها، وانا عايز دلوقتي اعد قوائم ماليه. قبل ما بعد القوائم الماليه بعمل ايه؟ بحدد حسابات الميزانيه واحدد حسابات الايه؟ الارباح والخسائر. وبالتالي عندي حسابات البالانس شيت اهي، حسابات الانكم ستيتمنت. يبقى اول حاجه يا محاسب عشان تعوز تعمل قوائم ماليه تاخد ميزان المراجعه بتاع الشركه. ميزان المراجعه ده بنسميه تريال بالانس. خدت ميزان المراجعه بتاع الشركه، اول حاجه عينك تيجي عليها هل ميزان المراجعه دوت متساوي ولا لا. يعني هل اجمالي المدين فيه ال 74 بتساوي اجمالي الدائن فيه ولا لا. ده اول سؤال تساله لنفسك. لقيتهم متساويين تبدا تعمل الخطوه الثانيه. الكلام ده يا جماعه احنا انت بتبدا دلوقتي تعد نفسك عشان خاطر تعمل القوائم الماليه، وبالتالي بتحدد بعد كده حسابات الميزانيه وحسابات الانكم ستيتمنت. طيب، لوكيتنج تريال بالانس ايرور. طب يحصل ايه لو لقيت عندي ميزان المراجعه فيه خطا؟ تعالوا بقى نتكلم من الناحيه التكنيكال، والحاجات دي يمكن ما بتتقالش في الكليات. تعال نقول لك لو ميزان المراجعه فارق، يعني لو ال 74 دي مدينه الجانب الثاني ليها كان 70 مثلا على سبيل المثال، ايه اللي المفروض اعمله لو ميزان المراجعه فارق؟ انت ما ينفعش تعمل، خلينا متفقين على المبدأ، ما ينفعش تعمل قوائم ماليه للشركه دي طول ما ميزان المراجعه فيها فارق. بمعنى لو بصينا على البورد، انت النهارده الاجمالي المدين 74، اجمالي الدائن 74، دي الخطوه الاولى. اول حاجه بتعملها بتبص تحت وتشوف التريال بالانس ده بتاع الشركه دي، التريال بالانس بتاع الشركه دي اخباره ايه؟ 74 مدين، 74 دائن. كويس قوي. انا كده هبدا اعمل الخطوه الثانيه. اوعى تعمل الخطوه الثانيه انك تحدد ايه هي حسابات البالانس شيت والانكم ستيتمنت قبل ما تتاكد ان الحساب ان الاجمالي تحت مطابق. بدل الاجمالي تحت فيه مطابقه 74 هي 74، ابدا اعمل الخطوه الثانيه. طب لو الاجمالي اللي تحت مش مطابق اعمل ايه؟ حضرتك صحح الخطا. لازم تعرف تماما ان في خطا في الحسابات هنا. لو دي 74 ودي مش 74، اعرف ان الارقام دي فيها خطا في الشركه دي. طب المطلوب مني ايه؟ المطلوب منك حضرتك انك قبل ما تعمل الخطوتين دول تروح حضرتك تشوف ازاي تراجع الخطا. طب اسرع طريقه لمراجعه الخطا هعمل ايه؟ قال لك خد الفرق واقسمه على 2. يبقى اول حاجه الديفرنت، هفترض معاكم ان السلايد اللي فاتت كانت 74 و70، يبقى الفرق بينهم كام؟ 4. يبقى هاخد الاربعه واقسمها على 2 ديفايدد
the difference by 2. اقسمها على 2. is there a debit or credit balance for this amount؟ شوف بقى هل في الارقام اللي فوق ديت، هل في الارقام اللي فوق دي في رقم 2 ولا لا؟ لو في رقم 2 يبقى ايه؟ يبقى انت لقيت الخطأ. ده معناه ايه؟ for this amount posted in wrong column. يبقى ده معناه ان الخطأ في البوستنج مش في اعداد القيد. يعني ده معناه ان انت عندك قيد صحيح ب2 بس انت رحلته خطأ. يعني ايه رحلته خطأ؟ يعني عملت حاجة احنا ما قلناهاش في محاضرة النهارده. يعني حساب اصول طبيعته مدينة انت حطيته دائن. ده معناه ان انت هتلاقي ميزان المراجعة عندك فارق. اعرف منين؟ انك تقسم الفرق على 2 وتروح تدور هل رقم 2 موجود في الارقام. لو لقيته ده معناه ان انت رميت او حملت القيد ده بالخطأ على حساب خاطئ. طبعا لو انت التست الاولاني او الاختبار الاولاني ما مشيش معاك هتعمل الاختبار الثاني. الاختبار الثاني انك تقسم الفرق على 9 divided the difference by 9. طبعا لو انت لقيت الرقم 9 دوت يبقى the error may be a slide or transportation error. طبعا هتلاقي اكيد transposition error. ده معناه ان انت هيكون عندك خطأ في القيمة، عملت قيد بقيمة خطأ او رحلت خطأ او حطيت مدين. يعني هتلاقي كل الاسباب الاخرى اتكونت معاك في لو قسمت على رقم 9. طيب تعالوا دلوقتي نشوف الحسابات. خلاص انا اتاكدت ان التريال بالانس بتاع الشركه دي ميزان المراجعه بتاعها مظبوط، وهبدا اشوف هوجه كل لاين فيها واشوف هعمل ايه. تعالوا نشوف الشركه دي شركه اسمها ايرث. الشركه دي ده ميزان المراجعه بتاعها في 31 اكتوبر. ميزان المراجعه اول حاجه زي ما قلنا واتدربنا مع بعض لازم اتاكد ان ميزان المراجعه مظبوط. التوتال بتاعه اجمالي المدين هو 8400، اجمالي الدائن هو 8400. كده ابدا اطمن واقول انا كده اقدر اعمل مركز مالي. مستحيل اعمل مركز مالي لميزان مراجعه الرقمين دول مش بيساووا في بعض. ده مبدا لازم نكون متفقين عليه. طب لو مش بيساووا بعض لازم اعمل ايه؟ لازم ادور على الايرور او اشوف ايه الخطا بتاعي فين. طب ادور على الايرور ازاي؟ احنا اديناك 2 تيست تدور بيهم على الايرور، انك تقسمه على 2 او تقسمه على 9. طب الحمد لله ايرث كومباني ديت الشركه ديت ميزان المراجعه فيها تمام. تعالى بقى نشوف ايه عناصر الاكونتس اللي في الشركه ديت. عندنا الكاش، عندهم كاش رصيده 2500، اكونت ريسيفبل عملاء رصيدهم 300، سبلايز 100، اكويبمنت 1000، اكونت بيبل 90، الكابيتال 2810، ويزدرول يعني حصلت مسحوبات 1200، الريفينيو 5500، الاكسبنس بتاعتي عملوا اعلانات ادفرتايزنج اكسبنس 7500، رنت اكسبنس 800، سالاري اكسبنس 1500، يوتيليتي اكسبنس 250. ده وضع الشركه في 31 اكتوبر. تعالوا مع بعض نقرر نعمل مركز مالي للشركه ديت. كده يا جماعه ميزان المراجعه بتاعي مؤهل ان انا اعمل له قوائم ماليه، فيما عدا ان ميزان المراجعه يكون التوتال بتاعه مظبوط مش هقدر اعمل قوائم ماليه. طيب ايه حسابات الميزانيه جوه ميزان المراجعه دوت؟ يبقى انا دلوقتي الخطوه رقم 2 احدد حسابات الميزانيه وحسابات الارباح والخسائر. تعالوا نشوف، لان التريال بالانس يا جماعه بيكون فيه كل الحسابات اللي في الدنيا. احنا قسمنا كل حسابات الشركه ل5 حاجات. قلنا عندنا اسيتس، قلنا عندنا لايبيليتي، قلنا عندنا اونرز ايكوتي، ريفينيو، اكسبنس. دلوقتي ميزان المراجعه عليه كل الحسابات ديت. عليك انت انك تفسر تقول ده حساب ميزانيه، ده حساب حسابات ميزانيه، دي حسابات ارباح وخسائر، دي حسابات اونرز ايكوتي، او تقول دي حسابات اصول، دي حسابات لايبيليتي، دي حسابات اونرز ايكوتي، دي حسابات ريفينيو، دي حسابات اكسبنس. تعالى نفسرها قوائم ماليه. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل قوائم ماليه. يبقى عايزين نقول الحسابات ديت هي حسابات انهي قائمه في القوائم الماليه. تعالى نشوف حسابات البالانس شيت او الميزانيه. اول 5 حسابات عندنا هم حسابات البالانس شيت زي ما انت شايف كده: حساب الكاش، الاكونت ريسيفبل، سبلايز، اوفيس اكويبمنت، اوفيس اكويبمنت اند اكونت بيبل. الحسابات دي يبقى انا هاخد اول 5 حسابات دول هعمل بيهم ميزانيه. يبقى الميزانيه بتاعتي هتتعمل من اول 5 حسابات. طيب هعمل ايه القائمه الثانيه في القوائم الماليه؟ عندي قائمه اسمها قائمه الاونرز ايكوتي. فين الحسابات في ال 12 حساب دول اللي يخصوا الاونرز ايكوتي؟ هم حساب الكابيتال والويزدرول وطبعا النت انكم. فهنشوف دلوقتي ازاي.
طيب يبقى الحسابين، حساب 6 و7 دوت حساب الاونرز ايكوتي. من اول حساب 8 لغايه حساب 12 ده حساب الانكم ستيتمنت. يبقى انا عندي يا جماعه 3 قوائم اساسيه هعمل بيهم قوائم ماليه. حساب قائمه اسمها البالانس شيت، قائمه اسمها الاونرز ايكوتي، قائمه اسمها الانكم ستيتمنت. يبقى انا هاخد ميزان المراجعه دوت عشان اعمل بيه الثلاث حسابات دول: حسابات البالانس شيت الميزانيه، حقوق المساهمين، الانكم ستيتمنت. تعال نشوف الكلام ده هيتم ازاي. تعال نعمل حساب الانكم ستيتمنت للشركه دي. انكم ستيتمنت شكلها ازاي؟ هتلاقي فيها الريفينيو. لو رجعنا تاني للسلايدز اللي ورا، الانكم ستيتمنت حساب من اول 8 لغايه 12، يعني ريفينيو، ادفرتايزنج اكسبنس، رنت، سالاري، يوتيليتي اكسبنس. طيب حلو قوي. تعالوا ندخل نشوف شكل الانكم ستيتمنت بتاعت الشركه دي هيكون شكلها ازاي. بكتب اسم الشركه فوق على راس القائمه، شركه ايرث. طيب اسم القائمه، هي القائمه دي اسمها ايه؟ دي القائمه دي اسمها انكم ستيتمنت. ولازم اكتب الفتره اللي انا عملت عليها الانكم ستيتمنت، لان الانكم ستيتمنت يا جماعه بيتم اعدادها عن فتره محاسبيه. الاونرز ايكوتي بيتم اعدادها عن فتره محاسبيه، لكن الميزانيه مختلفه تماما عنهم هما الاثنين. الميزانيه بيتم اعدادها عن يوم او عن فتره، حتى بنسميها، احنا كنا بنسميها سناب شوت او مومنت اوف تايم. عشان كده انا بقول ان الانكم ستيتمنت فور ذا مانث اندد اكتوبر، طبعا 31 لسنه 2009. طيب ايه شكل الانكم ستيتمنت بتاعتي؟ شكل مبسط جدا يا جماعه. الانكم ستيتمنت احنا حاولنا نخليه مبسط بقدر الامكان عشان خاطر احنا بنحاول نعرف الموضوع بشكل عام، ما بنحاولش ندخل في تفاصيل اكتر. او طبعا الشكل مختلف، يعني ممكن يختلف عن كده كتير، لكن احنا بنحاول نبسط الشكل عشان خاطر زملائنا اللي لسه متخرجين من الكليه. الريفينيو 5500، وادي يا جماعه كل الاكسبنس بتاعت الشركه: ادفرتايزنج اكسبنس، رنت، سالاري، يوتيليتيز. توتال اكسبنس 3300، وعندي ايراد. يبقى الشركه دي حققت ايرادات ب 5500. اجمالي مصروفاتها لغايه 31 اكتوبر كانت 3300. الشركه دي عملت نت انكم 2200، يبقى صافي الربح اللي الشركه دي عملته 2200. تعالى نعمل بقى حساب الاونرز ايكوتي، وده حساب مهم جدا على فكره. شكل الاونرز ايكوتي في الشركه دي كان عامل ازاي؟ الاونرز ايكوتي رصيد حقوق المساهمين في اول اكتوبر. خلي بالك احنا بنعمل قوائم ماليه من 1 اكتوبر ل 31 اكتوبر، يعني عن شهر. برضو بكتب اسم الشركه، بكتب اسم القائمه statement of owners equity، الفتره اللي انا عديت عنها القائمه ديت. الفتره دي for the month ended اكتوبر 31، يعني ده معناه ان انا بعمل عن شهر اكتوبر. في اول اكتوبر كانوا حقوق المساهمين رصيده عندي 2810، بزود عليهم النت انكم، اد النت انكم اللي هو 2200. 2200 دول جم منين؟ 2200 دول جم من حساب القائمه اللي قبليها، اللي هي قائمه الانكم ستيتمنت، اللي هي كانت ايرادها 5500، اجمالي مصاريفها 3300، وبناء عليه صافي الربح 2200. باخد ال 2200 دول بحطهم برحلهم على الحساب الستيتمنت اوف اونرز ايكوتي، وبالتالي بضيفهم على ال 2810. النت انكم 2200، يبقى اجمالي السب توتال 5010. حصل اي ويزدرول؟ طبعا كان في عندي، لو تفتكروا في التريال بالانس اللي استلمته من الشركه، كان عندي ويزدرول في الباند رقم 7 1200. باخد ده، يبقى خلي بالكم احنا 6 و7 دي اللي هم دول اللي انا شغال عليهم دلوقتي. دي القائمه الثانيه اللي انا شغال عليها، قائمه الاونرز ايكوتي، اللي هو الكابيتال والويزدرول. الكابيتال زي ما انتم شفتوا في قائمه الاونرز ايكوتي كده هتلاقوه اول المده 2800. بعد كده حطيت النت انكم اللي انا جبته من انكم ستيتمنت، وطرحت منهم الويزدرولز، المسحوبات الشركاء. هيديك ايه الرصيد ده؟ رصيد الاونرز ايكوتي 31 اكتوبر. يبقى لو انا بعمل قوائم ماليه عن شهر سبتمبر، هكون رصيد اول المده 3810. طيب تعال نشوف شكل الميزانيه بعد اللي احنا عملناه دوت. احنا عملنا على فكره الانكم ستيتمنت دي اول قائمه لازم اعملها عشان اخد النت انكم، اعمل بيه حساب اوديه على الاونرز ايكوتي، وابدا اجيب رصيد الاونرز ايكوتي، وبناء عليه ابقى قربت اخلص القائمه الثالثه اللي هي قائمه الميزانيه. لو رجعنا كده بسرعه للميزانيه، هتلاقي ان الميزانيه هم اول 5 حسابات: كاش، اكونت ريسيفبل،
supplies office equipment and account payable. تعالوا بقى نشوف الميزانيه اللي هي اخر قائمه عندي واخر موضوع النهارده في الدرس بتاعنا ان شاء الله. الميزانيه في 31 اكتوبر برضو نفس القصه، بكتب اسم الشركه، اسم القائمه هي الميزانيه بتاعتي. 31 اكتوبر، خدت بالكم ما قلناش الفتره لان دي ميزانيه، احنا بنتكلم يوم 31 اكتوبر. ادي اجمالي الاصول بتاعتي اللي هي عباره عن 3900، وادي اللايبيليتي، وادي حساب الاونرز ايكوتي، خلي بالكم بحط فيه 3810 اللي بجمعها على اللايبيليتي عشان يديني الميزانيه 3900 و3900. ده شكل الميزانيه بتاعتي، وبناء عليه ببقى خلصت الثلاث قوائم الماليه بتاعتي. المحاضره بتاعت النهارده كانت محاضره مهمه جدا. انا بشكركم جدا على محاضره النهارده. احنا خدنا النهارده ازاي نبدا ناخد قيود اليوميه بتاعتنا، وازاي نبدا نرحلها نعمل لها بوستنج، وازاي نبدا ناخد ميزان المراجعه ونراجعه ونتاكد ان هو مطابق ومظبوط، او الارصده فيه كويسه جدا وما فيهاش اي حاجه، وبناء عليه نبدا نعمل القوائم الماليه. ودول الثلاث قوائم ماليه الاساسيين ليا. بشكركم جدا جدا على حسن استماعكم لمحاضرتي النهارده، وان شاء الله المحاضره الثانيه هنكمل نفس الموضوع وهنأكد اكتر على الجانب المهني في الجزء في دراستنا المحاسبيه. بشكركم جدا على محاضره النهارده، وان شاء الله اشوفكم المره الجايه على خير، وكل سنه وانتم طيبين ونشوفكم على خير ان شاء الله. مع الف سلامه. شكرا لكم.